اسمع يا سيدي شو اللي معاك؟ هيا اسمع يا احمد. مدينة العلمة التي اهتزت لها ولاية سطيف، وأيضا مرافقا بكل السلطات المحلية التي لم تقتصر ولم تقصر في أداء واجبها وتوفير الجانب اللوجستيكي منذ ليلة أمس بعد حفر المقابر، وأيضا توفير وتزويد ربما الحضور بهذه المياه وبالمياه الشروب لأن الجو حار جدا. إذا بالمزيد من الحزن والأسى يعني يشارك العلميون هذه ربما أسر الضحايا مشاركة يعني مقاسمة أحزانهم. وأيضا يحضر معي مدير شؤون الدينية الذي أيضا كان إلى جانب الأسر من أجل ربما مؤازرتهم، ويحضر إلى جانب أيضا مدير شؤون الدينية لولاية بومرداس اللي لم لا يقصر، وأيضا الرسائل التي وجهها أهل الأسر ومن يعني الوقوف إلى جانب الأسر من أهالينا في بومرداس. إذا بداية بسيد مدير سيد سليم نرقم، ربما طلع المشاهد الكريم في الصورة كيف كانت يعني تمت يعني مشاركة ومؤازرة الأسر. شكرا. نحن منذ صبيحة اليوم انتقلنا عبر الأحياء عبر الأسر التي فقدت ذويها، وقد لمسنا في الإجمال صبرا ومواساة من الجيران ومن أهالي الخير، والحمد لله هذا شيمة الجزائريين. ونشهد هذا أيضا في المقبرة حيث ضج كل الجزائريون وساكنة سطيف والعلمة خاصة إلى هذه المقبرة لتشييع جثمين ضحايا الأوائل، على أن تستمر العملية بعد ذلك، وكل قلوب أهل الخير متجهة إلى أسر الضحايا مساعدة ومؤازرة ودعاء إن شاء الله. شكرا لك سيدي مدير شؤون الدينية. ننتقل أيضا إلى مدير شؤون الدينية لولاية بومرداس اللي يحضر معنا. السيد ربما تضعنا في الصورة كان تلاحم كبير بين الولايتين، ولاية سطيف وولاية بومرداس، يعني الكثير من ربما أسر الضحايا يشيدون بالعمل الإنساني والوقوف إلى جانبهم في هذه ربما المأساة اللي هزت ولاية سطيف. نعم، هي فاجعة أليمة ألمت بالشعب الجزائري قاطبة، وليس فقط سكان العلمة وسكان سطيف، كل الشعب الجزائري حزن لهذه الفاجعة الأليمة التي ألمت بنا، ونعزي عائلات الضحايا جميعا. في ولاية بومرداس كلها كانت حزينة البارحة، كل الشعب البومرداسي كان في المستشفى وقائما بكل ما يحتاجه أهل الضحايا أهالي الضحايا، حيث استقبلناهم في فندق ب 400 غرفة، وكل ما يحتاجونه من دعم معنوي ودعم نفسي ودعم إيماني إن شاء الله تعالى. واليوم أيضا جينا إلى ولاية سطيف وإلى بلدية العلمة كذلك لمؤازرة أهل العلمة وسطيف وتشييع الجنازة، وكذلك مواساتهم إن شاء الله عز وجل، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يجعلهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر في جنات عدن إن شاء الله عز وجل. وكذلك الشعب الجزائري اللي شفناه اليوم واقف سواء في بومرداس ولا سواء في العلمة، كأننا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذه هي الرسالة التي أعطاها الشعب الجزائري عندما تحل به أي نازلة ومصيبة من المولى عز وجل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك نحسبك وكذلك نحسب كل الجزائريين، نعم كذلك نحسب كل الجزائريين في مثل هذه المواقف جنبا إلى جنب. وأيضا ما عسانا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، ويتغمد روح كل فقيد بالمغفرة والجنة الفردوس. مني أنا فارشايب من تلفزيون النهار ولاية سطيف من مقبرة العلمة. شكرا لك فارس على كل التفاصيل.
الصلاة والحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صاحب العظمة والكبرياء والملك والقدرة والسلام. اللهم إنهم عبيدك وأبناء عبيدك، أنت خلقتهم وأنت رزقتهم وأنت أمتهم وأنت تحييهم، جئنا شفعاء لهم فشفعنا فيهم يا رب العالمين. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم يا رب لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا أو تضلنا بعدهم، واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، واجعل الجنة مثواهم يا رب العالمين. اللهم قهم فتنة القبر وعذاب النار، اللهم قهم فتنة